فيلم أوسكار هو أول فيلم خيال علمي مصري، بيضم مجموعة حلوة جدا من الفنانين زي أحمد صلاح حسني وهنادي مهنا ومحمد ثروت. بس أكتر واحد فيهم كان بيعرف يمثل وفعلا عمل دوره صح كان حيوان الماموس. نبدأ بقصة. قصة بتتكلم عن عن إيه؟ عن إيه؟ أنا شايفك داخلة نبدأ بالقصة فأنا افتكرت عندك أنا ما قصة أعرفش تحكيها. أنا ما أعرفش لحد أمال؟ دلوقتي ما أعرفش ونفسي أعرف. هي المشكلة كانت من عندي؟ من عند ما الكل؟ أعتقدش، لأن أنا كنت فاهمة المشكلة من عندي. سألت اللي جنبي قال لي لأ أنا مش فاهم إحنا هنا ليه. طب الجنب اللي جنبي يا برضه مش جماعة فاهم يعني مش إحنا فاهم. اطمنت على اتخلقنا نفسي وقلت إزاي؟ الحمد لله ده مش غباء مني خالص، بس لقيتها في فيلم. ما تيجي نحكي كده عن القصة اللي كلنا قايلين ماشي عليها دي. احكي أنا أحب أسمعك يا أستاذ نبيل وأنت بتحكي عن القصة. انا بالنسبه لي يعني في منظمه شريره اتخلقت موجوده في الكون كانت بتحاول تعيد احياء. وشريرة لأن هما مطلعينها شريرة. بالظبط. الجانب الشرير والجانب الطيب والصراع اللي احنا مش حلو عارفين هو ايه. حلو جدا، هي بتعيد احياء الحيوانات المنقرضه. ليه؟ خلاص بقى احكي لنا يا استاذ نبيل يعني القصه. فاهمه علم بقى وكده، فهنعيد نعملهم. فهم تقريبا الحيوانات المنقرضه خرجت عن سيطرتهم. حلو، انا معاك، انا كير جدا اشرار بقى بالموضوع والموضوع لذيذ حتى الان كفكره، يعني كلوج لاين كده ممكن نفكر فيها، يعني ككاتب لذيذ قوي. تيجي بقى نعمل فكره، بس اوجد مبررات، اوجد صراع، مالكيش دعوه بقى. هم ما وجدناش. هم ما بيحبوش يعني ما بيحبوش الدخل. ايوه بس احنا بقالنا 3 سنين بنعمل فيلم. لا ما تتدخليش لو سمحتي. هم دي هي دي القصه. لا انا جاي النهارده عشان اتدخل. حيوان الماموس يعني القعده دي عشان نتدخل. حيوان الماموس بيظهر في مصر. ماشي. طبعا مصر حيوان منقرض، ايه يعني هنعمل بيه حاجه؟ هناخده نحطه في حديقه الحيوان وحيوان منقرض عادي. كاجوالي كده يعني اللي هو ما حدش مخضوض قشطه تمام. لا في ايه، ده حيوان منقرض، انت بتهزري. وبعدين بدون حرق يعني فنقرر نجيب ماشي. حارس شخصي. لا ليه نحرق يا حبيبتي؟ الفيلم ده لازم يتحرق، ده لازم يتولع. عشان كده بس هو بصراحه مش الفيلم، يعني عشان ما نظلمش، هو مش الفيلم وهنتكلم لا في ده لا بعدين. لا مش هي الفيلم. القصه لازم تولع. تمام. احنا بنجيب الحيوان ده اللي هو بيظهر احنا المفروض نجيب سيناريستات يكتبوا. المشكله مش في كده، المشكله ان هم جابوا 4 يكتبوا. انا هموت واحكي القصه. انت قاعده طب احكي يا استاذ نبيل. هموت واحكي القصه. اتفضل. انا هموت. يلا اسمحي لي احرق لهم في القصه. يلا. زي ما قلت لك الفيلم بيبدا بالمجموعه الشريره اللي هي منظمه اللي بتعيد الحيوانات المنقرضه للحياه مره تانية. تمام. الحيوانات دي خرجت عن سيطرتهم وزي ما انت شايفه مش عارفين يلحقوا عليهم. ظهر الحيوانات دي فين؟ في مصر وليبيا. تمام. مصر ظهر فيها الماموس وليبيا ظهر فيها تنانين. انا مش عارف هي تنانين ولا سحالي. انا فاهمه كل اللي انت بتقوله ده. انا الحمد لله غبائي ما وصلش للدرجه دي. استني بس انا هكمل لك. تمام. اتفضل. وصلنا لهذا الليفل. حلو. مصر ما استغربتش زي ما قلت لك، عادي حطيناه في حديقه الحيوان. نجيب بقى مين؟ ناس تحرسه، فدكتوره في الابحاث بقى وكده اللي هي الاستاذه هنادي مهنا. ونجيب الاستاذ الجامد اللي بيطير اللي هو النينجا بتاع اللي هو فاهمه بقى اللي هو بيعمل العمليات السريه اللي بنوديه بره مصر وبيرجع بقى فاهمه اللي هو نستغل الفورمه. نجيب بقى نستغل الفورمه الاستاذ احمد صلاح حسني. تمام. فجبناه يحرس الماموس في حديقه الحيوان. تمام. لا ده مش فيه والله، هو ده اللي حصل. هو قاعد قدامه بكرسي، يعني هو عادي جرر الكرسي كده وقاعد قدامه. طيب هو احنا لو جبنا سوبر ماركت وقررنا ان احنا نأمنه، هنجيب تيم يا عم هنجيب 2. احنا لسه ربنا فاتحها معانا وهنجيب 2. والله. بس بطولك كده يا فنان. انا فاهمه، انا مقدره الفورمه. مفيش، هو شغال شيفت واحد فما 24 ساعه. انت لوحدك ليه؟ هو يعني عارفه لو كانوا طلعوه روبوت في اخر الفيلم كنت قلت منطقيه. لا عادي بيتضرب. كان بيتضرب في الفيلم. وعلى فكره دي حاجه حلوه. ما كانش بيحصل حاجه في الفيلم غير انه بيتضرب. والله دي اكتر حاجه كانت عاجباني. بس لا هو يعني كان ثابت على الموقف. يضرب ويتضرب يعني كان ثابت حتى في اخر الفيلم، كان ثابت. شفتي في مشهد كده حصل ما بينه وما بين ستوب مش عايزين نحرقه. خلينا في ماشي خلينا دلوقتي مش هنحرقه دلوقتي. بس هو بيحرس هذا حيوان الماموس. المهم المنظمه دي كانت عايزه تقتله ولا كانت انا ما فهمتش كانت عايزه تخطفه. ليه برضه؟ عشان يتخانق مع الديناصور. انا اسفه ان انا بقول كده والله. اسفه ان انا بقول كده. انا عارفه لو حد بيتفرج علينا يفتكر احنا بنهزر والله. عشان يتخانق مع الديناصور. ليه برضه؟ هم قالوا لك قالوا في الفيلم ان هم عايزين ياخدوا منهم مصل او دي ان ايه عشان يعيدوا. طب هم شرحوا لي بقى.
يعني هم لمحوا لها كده من بعيد على الدائري، فاهمه؟ يا جماعه ما انت مش بتكلمني عن موضوع عايزين بنتكلم ده. فيه كل يوم برضو، انت مش بتكلمني عن الجواز لا العرفي انت مثلا، جاهله ولا ايه ده يعني مش لا حقيقه بتكلمني في عن العلم يعني. موضوع اتكلمنا فيه 7000 مسلسل، مش ايه الهبل بنتكلم على ده؟ بطل شعبي مثلا، يعني ايه مش احنا عارفه بنتكلم على اعاده ماموس. احياء الماموس مره؟ انت بجد انت جاهله قوي بجد والله معلش بجد. معلش، خلاص تخش فيلم علمي طالما هم انت عاملينه يعني هي الكاتيجوري فئه معين. معينه لو سمحتي. نرجع بقى لاحمد صلاح حسني يلا اللي في بينا. حديقه الحيوان ده، رايح يامن حيوان الماموس. تمام. بيقابل هناك مين؟ محمد ثروت اللي هو الدكتور بتاع الفيل المشعر، عشان هم سموه الفيل المشعر معرفش ليه. محمد ثروت وبيقابل شايفه ماموس بقى هنادي مهنا اللي هي الباحثه اللي عينتها الدوله علشان تعمل ابحاثها على هذا الكائن المنقرض اللي مكتشفينه حديثا. هنادي مهنا اللي معيناه الدوله، واحمد صلاح حسني اللي معيناه الدوله برضه، اللي بيعمل عمليات بره وجوه وفظيع جامد جدا وفورمه جدا، ما واحنا شفنا ده، يعني اختلفناش. احنا ما اختلفش على ده. حلو. فبيأمن الماموس ازاي؟ كرسي خشب قدام قفص الماموس في حديقه الحيوان والعيال بتزق الماموس بالطوب عادي بالطماطم، سوري. سايبين عيال. فالصراع يا بشر، الفيلم قايم عليه يا بشر. مش كونسبت بالنسبه لهم. ما هي المشكله ما هي المشكله اللي هم اللي قالوا لنا ان هو كونسبت بالنسبه لنا، احنا هنا عشان الماموس. تصدقي والله ما انا ما حسيتش بده يعني ما وصليش الموضوع ده، ما وصليش. بس ما علينا. الماموس بيتخطف مرتين. تمام. مره استاذ احمد صلاح حسني اللي هو الحارس بتاع الماموس الشخصي ده كان رايح يجيب هديه لبنته، الماموس اتخطف. المره الثانيه استاذ احمد لا دي انا اسف، دي المره الاولى هو كان رايح يجيب هديه لبنته، الماموس اتخطف. المره الثانيه كان في الحمام، فالماموس اتخطف برضه بس هو بنته، فاهماني؟ يعني في المرتين اتخطف يعني هو ملوش لازمه. يا جماعه ما احنا قلنا نعين 2 اتليست، يعني نعين 2 شيفت، يعني حتى ما شيفت 12 ساعه في 12 ساعه يعني الراجل مش هيشتغل لوحده برضه. خلي عندكم ده، ما كانش في اجر زياده للممثل ولا ايه؟ مش فاهم يعني. والله لو كانوا جابوا واحد ينطق معاه الدور كانت الدنيا مشت شويه. اصلا هو فلات بقى، مش عايزين نتكلم في ده قدام. لا هنتكلم في ده قدام ماشي. بس فاتخطف منه مرتين، المرتين اسوأ من بعض زي ما احنا شايفين كده. فما احنا ليه بقى اتخطف مين هو وبنته؟ لان هو حصل الماموس اتعلق ببنته. هو ده بقى فهنسحب الماموس عن طريق بنته. مش المين اللي احنا نحمي الماموس، لا المين اللي الماموس اتعلق ببنته. زي ما احنا جبنا بنته. هو لما اتنقل وخدته هنادي مهنا للمكان اللي بيعملوا فيه الابحاث ده، لو خدتي بالك هو قالت لك ان هو اجريسيف جدا ومفيش حد بيتعامل معاه وما بيقبلش اي حاجه من اي حد، فقبل من البنت الصغيره. فالبنت الصغيره بقت هي الايه؟ مربط الفرس اللي المفروض بقى المنظمه اللي احنا مش فاهمين هي جت منين ولا عايزه ايه دي. باي ذا واي انا عارفه ان ده هنجيله قدام، بس هي البنت كانت مربط الفرس. هي كانت لذيذه، بس احنا هنتكلم عنها في الشخصيات. ماشي. يعني لو رحنا لموضوع الشخصيات انا مش عارف هنوصل لده ولا لا، بس هنوصل. لو رحنا للشخصيات هنتكلم ان البنت كانت لذيذه. لو فهمنا الفيلم مثلا لو فهمنا. طب احنا كده بنفتكر مشاهد، دي مش قصه. ما هو مفيش قصه حضرتك عشان نخش لازم نفتكر مشاهد. مفيش يا حبيبتي مفيش والله، انا حاولت معاكي والله بس مفيش. ايوه يعني هو الموضوع ان هم ياخدوا الماموس ده، هو الماموس ده بطريقه ما وصل لبنت استاذ احمد صلاح حسني. ومش عايزين نذكر الطريقه عشان كانت طريقه بشعه، بس مش عايزين نقول في طرق بشعه بس هنتكلم فيها. اصدقاء وهي بقى بتعلمه وبقى بيفهمها وهي بتفهمه والموضوع بقى لذيذ. حلو احنا ماشيين كده حلو قوي. فالمنظمه بقى اللي احنا مش عارفين ايه لازمتها وجايه ليه وبتعمل ايه في الحياه، قررت ان هي ايه؟ تمسك مربط الفرس اللي هي مين؟ البنت الصغيره، فتخطفها. تمام، بحيث ان هي تاخد هم عايزين الماموس يقابل الديناصور زي ما انت قلتي في اول الحلقه. حلو عشان تحصل عركه. فبتحصل العركه ما بين الماموس وما بين الديناصور. حلو جدا. الديناصور اللي هو لسه طالع من بحر اسكندريه، وهوبا طب الكيك لقيناه طالع لنا من نهر النيل. عادي. ما انا مش هو انا يعني انا هبقى ضد دي يعني دي هتبقى مشكلتي. ساعتين ونص في الطريق يعني. ايوه ماشي بسيط. انا دلوقتي اخر الفيلم بنشوف ان الماموس بينتصر عن الديناصور والناس بقت سعيده والناس مبسوطه. انت قررت منين ان دي نهايه سعيده بالنسبه لي؟ انا اصلا هو الفيلم خلص افرض انا تيم الديناصور يا اخي. لا الماموس هو اللي طيب، انا ما حسيتيش. ليه قررت ان الماموس هو اللي طيب؟ نقطه ضعف ودموع الطفل. انت جربت الديناصور مع الطفل؟ لا بس يعني ما نحكمش. ماشي، بس هي بصي الفكره كانت حلوه، يعني فكره الفيلم ذات نفسها حلوه جدا. ما اختلفتش. بس احنا لو كنا جبنا بس 2 سيناريستات كده قعدوا كتبوا وعملوا لوج لاين حلو. صاحبي احنا جبنا 4 سيناريو. صاحبي احنا جبنا 4 سيناريستات. والله بجد؟ والله مش قصدي ابقى رخمه، بس هو احنا جبنا 4.
كتير برضه 4 فصارفين. هو كتير على اللي حصل. يعني 4 مطلعين ماشي اوكي كات يا باشا في مش او ما نكتش عادي. المهم يعني ان اللي طلع ده هو كان عايز شيتا سودا والله اصل والله مش منطقي، اللي طلع ده غير منطقي. يعني مفيش لوج لاين، مفيش حوار اصل يشدني، على مفيش فكره اي حاجه. الضلع ده لو كان اتظبط الفيلم ده كان هيبقى من احسن الافلام في السينما انا المصريه. شايف ده جدا. لو لا طبعا ما على فكره عايز ظبطنا اقول لك حاجات على حاجه، اخراجيه انت الفيلم ده طبعا لو كان فيه سيناريو حلو والله كان يتباع بره مصر. ليه؟ جدا لان احنا موافقاك جدا والله. تعالى نروح للايجابيات بقى عشان عايزين نتكلم في الحاجات ان اللي احنا نروح بره نروح مصر. بره مصر. وفك بقى من الشخصيات وفك من الكلام ده اللي اه مفيش كتير. هم ثلاثه. تعالي نخش في الايجابيات. يلا في الايجابيات. يلا بينا. ماشي اوكي. اول حاجه في الايجابيات سي جي احنا قلناها سوا يعني مش محتاجه. بجد فيلم يشرف، اتفرج عليه كده بصريا تحسي ان هو ممتع اه لا وباين متعوب يا جماعه الموضوع. مفيش حد في الوطن العربي عمل ده. دي حقيقه. مفيش حد في تركيا عمل ده. يعني احنا في انا المحيط لو بتاعنا عملت ده ميوت مفيش. للفيلم ده واتفرجت عليه هتكوني مبسوطه جدا بجد. هرشحه الناس نخش نتفرج بس ميوت بس ميوت للفيلم فعلا. بس الصوره فعلا مبهره، الاخراج حلو جدا، يعني مش الاخراج عايز حلو اظلم جدا الاخراج جدا. بغض النظر ان الاخراج تغاضى عن حاجات كتير جدا في الفيلم هو المسؤول عنها. بس هو حاول يعمل اللي عليه في ايه، مثلا في المشاهد الاكشن عمل اللي عليه حلو شفنا جدا. مشاهد اكشن حلوه، شفنا كادرات لطيفه، والفوتو شفنا مونتاج كان لذيذ. ما كان خفيف. ضايقنيش. لا مش ما ضايقنيش، لا حلو. لا هو حلو. اصل ما يضايقنيش دي يعني اللي هو لا كان في احسن بكتير، لا كان في احسن كتير بس مش هنقول بس حلو. ماشي حلو لان هو لايق على الجو. احنا برضو طفل كان وماموس يعني، لذيذ. طفله وماموس كان يعني لذيذ فاهم. وبرده يعني ما بقول لك كادرات وكل حاجه، بس هو اكتر حاجه هي اللي واخده العين هو السي جي اي. بس ليه بالظبط. طالما اخدنا ده وصرفنا ما عملناهوش 3 دي؟ كانت هتبقى تجربه كنا هنودي بقى الفيلم في حته تانية، زي فاهمه؟ البتنجان كده. البتنجان زي البتنجان لما ودى البرجر في حته تانية كنا نودي فيلم بالظبط. اوسكار في حته رابعه، فاهماني؟ فليه ما عملناش ده؟ كان ده هيبقى حلو دي جدا. حقيقه. انا خلاص بقى اخدنا مبدأ الصرف. هلا احنا صرفنا انا مش عارف ممكن وبقالنا يكون 3 ده سنين ازيد شويه في الصرف ماشي، شويه. بس لو حته كمان ليه لا. اديني حته كمان اللي هو ايه، بما انك معاك حوار يعني معاك حوار وحش ف كنت عيد تاني معاك حوار وحش مصمم. فاسندنا بحاجات اكتر، فاهماني؟ بس يعني ما فيش حاجه كانت، يعني مهما حصل ما فيش حاجه هتسند الموضوع ده. بس انا عندي مشكله. امم المخرج فظيع في الاكشن، كادرات اتفقنا، فوتو مونتاج اتفقنا ان هو كل حاجه. اوكي بس الحس الكوميدي ما احنا جايبنا لك محمد صلاح. لا احنا نجيب لي محمد ثروت ده من عند ربنا الحمد لله. رمينا لك 70 افيه كلهم ما جابوش، بس يعني رمينا لك افيهات حلو. ال 70 افيه دول كان على الاقل منهم 50 هيظبطوا لو كانت قالوا في مكانهم الصح بطريقتهم الصح. انا برضو شايف وجهة نظر في ده. انا بحب محمد ثروت جدا، بس هو يعني لو اتوظف او كتابيا حتى اتوظف بطريقه صح هو ما لحقش الافيه اتفرش له، بيتقال بدري. وكان بيفرش لحد قدامه برضو مش بينج بونج. ماشي والله يا عم يعني ماشي يعني طب ما ده لا عتاب عليه، ما انت مش هتاخدي منه حاجه، مش متوقع. وبعدين ده محمد ثروت ده هو بطل حته ما هو صعبه برضه يا جماعه، ما تصعبوهاش عليه برضه يا جماعه، ما هو مش هينزل اراهنك السنه ان في يضحك. 30 افيه على الاقل من اللي اتقالوا دول هو من محمد ثروت. شيلي كده الشخص اللي قدامه هتلاقيهم بيضحكوا عادي، بيقولوا ده الافيه على فكره في كان في ناس بتضحك في السينما برضه عشان ما نبقاش ظلمه يعني. عشان ثروت بس. مش ثروت برضه لوحده اللي كان عنده ده، بس انا يعني بالنسبه لي ثروت مش من الايجابيات في الفيلم ده. انا شفت له حاجات احلى من كده كتير. لا. البنوته من الايجابيات جدا. انا بالنسبه لي كانت لذيذه قوي. حتى الحاجات اللي مكتوبه مش الطف حاجه، مش مساعداها، خلي بالك يعني مش لو الطف مكتوب حاجه لها سكريبت بس والله عدل طالعه هتطلع. لذيذه. عارفه تقول الجمله ازاي. لا وحسيت فعلا بعلاقتها وبان هي بتعلم الماموس وهي الوحيده اللي توافقت معاه في الفيلم وفعلا علمته ازاي بحبك وازاي كده لا وكده وناس ثلاثينيه زينا او عشرينيه زينا وتعجبها تمثيل طفله، يعني احنا مش داخلين فيلم يعني الاطفال بقى هتعجبهم بغض اكتر النظر على الكليشيهات في الكلام، يعني كلامها مش بتاعها مش بتاعتها للاسف. يعني كمان ده حقيقي هنمسك البنت كمان. ده حقيقي. كتر الديكور خيرها. كان حلو طبعا. الصوره حلوه، الصوره حلوه، الميوزك. خلينا متفقين الصوره حلوه. انا كنت مبسوط برضو مع الميوزك، محسساني بجو كده افنجر وحلو. لا والهادي منها هادي فيها غربي كده، تحسي ان هي لا متعوب عليها. انا بقول لك هو لا الفيلم حلو، مطلعين مود في الصوره حلوه جدا. من الحاجات اللي كانت حلوه قوي مشاهد الديناصور والماموس. كانت احنا سفينا عليهم كتير
بس سافين عليهم كفكره والله، مش سافين عليهم لا كشغل، الشغل كصوره طالع تحفه. حلوين قوي. مين بيعمل ده دلوقتي؟ مشهد الخناقه اللي ما بينهم في الاخر ده كان حلو تحفه قوي، برضه. حلو قوي. لا اصل بالنسبه للليفل ده احنا اول مره نشوفه، يعني احنا برضه لو شفنا مثلا حاجه ليها انا علاقه بصراحه بده. كنت داخله متخوفه من حته احنا هنشوف حاجه اقل من كده. كنت في مسلسل كده في رمضان بدون ذكر اسماء، كان عامل تنانين بتتركب وحاجات كده، كانت طالعه بشعه. فبصراحه يعني شابوه لشركه ترند اللي هي مطلعه الكواليتي ده، والمنافس ليها بيطلع خطيرة. الكواليتي ده. ف لا اول تجربه وطلع بالطريقه دي، اكيد كلنا كنا متوقعين حاجه اقل من كده. لا حاجه كنا متخوفين. لا انا لما اصلا هو كواحد اسكندراني لما شفت الديناصور طالع لي من خفت الميه، لا ده داخل بحري، ده هيتعلم عليه جوه اصلا. بس انا عايزه ادي كريدت برضو لشركه ترند. عجبني اسلوب الدعايه بتاعهم. ذكي ولذيذ. انا مش عارفه انت متابع ولا لا، بس سكرو بتاعت يحيى عزام لذيذه جدا. استضافها نديم هنا، واستضاف انا بحب الدعايه دي، عايز اللي هو شوف انت احنا بنحب ايه وتعالى لنا، مش اللي هو الدعايه اللي هو ايه مش هتصدقوا، يعني مش عايزين نخبط كان حد. في كده تيزر تنزل في الاول كده، اللي هو بتاع طلوع الوحش ده، بس ده برضو ما حرقليش اي حاجه وخلاني عايز. دي حاجه جديده. حاجه جديده. هم بداوا هم شيك احنا قوي. معانا ايه الشيك في الدعايه. انا احب الناس اللي تحترم الدماغ اللي بتقدم لها الحاجه. بالظبط. فاهمني؟ لان احنا بقينا نشوف حاجات بايخه قوي، فشكرا. لا نشكرهم. يعني الناس اللي اشتغل، الكرو كله اللي اشتغل على هذا اصل انا مدرك يعني ايه فيلم يطلع بالكواليتي دي في الامكانيات اللي معانا، الاجهزه اصلا اللي بنشتغل عليها، والناس الكرييتور اللي بيشتغلوا على الحاجات عشان كده دي. على فكره صعبان عليا ان القصه ما كانتش جامده. هي دي كان ناقصها دي. على فكره لو كان في قصه في الموضوع ده بجد بجد، انت كنت شفتي الفيلم ده بيتعرض عادي بره جدا، واجانب كتير بيشيروه وبيتفرجوا عليه كانت نقله لمصر، خلي بالك، يعني نقله كبيره جدا في السينما المصريه. فلا حاجه. طب انا مش عايزه يبقى دمي تقيل، بس نخش على التقييم. نخش يلا بينا. طب تقييمك للفيلم، تتفرج عليه في السينما ولا تستنى ينزلك على بلاتفورم ولا ما تتفرجش عليه اصلا؟ بصي انا بصراحه اتفرج عليه جدا، بس بهدف السبورت. ليه؟ لان الفيلم ده هو نقله في السينما. هو صعب جدا ان انت تعملي دقيقه من المشهد مثلا زي اللي احنا شفناه بتاع الماموس وهو بيتخانق مع ده. دي حاجه صعبه جدا. الدقيقه من الوقت من ده بتاخد وقت وشهور، واحنا شفنا شركات تانية في مصر قلت لك حاولت تعمل ده ومطلعه كواليتي سيئه جدا، بس الكواليتي اللي احنا مطلعينها دي لا ننافس بيها في السينما العالميه. حصل. فيستاهل ان احنا نسبورت ونخش نتفرج عليه. ولو انت معاك اطفال يعني تحت سن ال 15 سنه، لا هينبسطوا جدا. ليه؟ لان هو اقرب للفانتازيا بتاعت الكرتون والاكشن بتاع الكرتون والصوره. يعني القصه رايحه في الحته دي شويه. وكمان في طفله معانا بتمثل حلو كمان، يعني دي ميزه. والجيل الجديد اصلا طالع بيحب يشوف المنظر ده بالظبط. فلا الناس يعني الاطفال، جيل الاطفال هيكون منبسط، يعني مبسوط جدا باللي بيحصل ده. وانا سبورت مع الفيلم جدا بغض النظر عن كل المشاكل اللي فيه اللي مضايقانا، بس لا هخش اتفرج عليه عادي. انا موافقاك على كل اللي انت قلته. تمام ان مناسب للاطفال، وان احنا لازم نسبورت، وما فيش احسن من دي صوره اكيد. بس انا مش هينفع اسبورت فيلم مش مقدم لي قصه. معاكي. انا يعني هقدر اسبورت الفيلم بس لما ينزل لي على البلاتفورم. يعني انا حاسه تجربه السينما انا برضو داخله استمتع، دي خروجه. فاهم. مش هينفع انت اهم ضلع في الفيلم اللي هي القصه مش موجوده. انت صدقت فكره ان احنا نعمل ميوت بجد ونتفرج ولا ايه؟ انا كنت بهزر. لا بس انا كنت عامل ميوت والدنيا معاك يعني كانت تمام. حلو في البيت بقى، يعني انا كده هعمل ميوت في البيت بقى ماشي، بس حلاوه الكادرات وحلاوه السي جي اي ده هتشوفيه في السينما احلى. وكمان لو احنا قلنا لو بقى 3 دي هيبقى احلى. فهو مش 3 دي وشايفينه حلو، فلو كان فلا هو حلاوته في السينما. انا شايف ده بصراحه ساده، مش مهم. يعني كادرات ساده. انا بابريشيتد جدا ان هم بيعملوه واخش سينما عادي. وانا بابريشيت ده جدا، بس هستنى على بلاتفورم. اوكي حقك. حقي. ماشي. انتوا بقى هتدخلوه سينما ولا هتستنوا لما ينزل على بلاتفورم؟ اكتبوا لنا تحت في الكومنتات.